امين عمر هو نتاج مصر 100%، لان مستر بريرا هو دي له تقريبا 9 شهور، قعد منهم مثلا 7 قال هو نفسه انا جاي اتفرج 7 شهور، قعدت اتفرج على الحكام المصريين عشان ابدا اشتغل. هو لسه لحد الان ما اشتغلش الناحيه الفنيه للامانه يعني عشان اكون صادق معاك، ولكن احنا بنحترم كل الاراء. لكن امين عمر ورفاقه طبعا لازم نقولهم يعني، لان دي لوحه شرف للتحكيم المصري الحقيقه، هو ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه ومحمد معروف والناس اللي كانوا في الفار محمود عاشور وايضا محمود البنا. الحقيقه عملوا يعني لوحه فنيه رائعه الحقيقه، مش بس في بيتشاد بيهم في افريقيا، حتى في الفيفا، حتى في هنا في اسيا. الحقيقه عملوا حكم اوروبي وتحكيم اوروبي بمعنى الكلمه الحقيقه، وده هو نتاج عمل سنين طويله يا كابتن مدحت الحقيقه بالنسبه لامين عمر. كان ليك دور انت شخصيا معايا يا كابتن عصام؟ هم بيقولوا ان هو ابني يعني في التحكيم، وكان دايما كنت بتهاجم بسببه يعني، لان انا كنت مقتنع بامكانياته. ولكن مش هقول عصام عبد الفتاح يا كابتن، لا، ناس كتيره جدا ولجان سبقت عصام عبد الفتاح كان ليها دور في امين عمر. عشان يا باشا الراجل ده طلع قال لك رجع عليا الطلاق، موت الحكام وطرده السيد عبد الحفيظ، ارحمنا بقى. تألق امين عمر بيؤكد ان مستواه ضاع بسبب احتواء الزمالك. كفايه احتواء هتدمروا صحتكم. ان في اخطاء واللعيبه لازم تبقى متنحرره اكتر من كده، ولازم اللعيبه تتحمل المسؤوليه. لكن يا جماعه لا، وقف. لما تلاقي شباب بتحاول تهد منتخبنا لازم انتوا واحنا وكلنا نبقى اول ناس نقف لهم. ورغم كده انا ما بقولش ان انت ما تقولش ان فلان كان وحش، ما تقولش ان فلان في الجون الاولاني كان لازم يقف احسن، ما تقولش ان لا كان لازم المدرب يعمل تغييره بدري شويه، ينزل فلان مكان فلان. كل ده من حقك ان انت تقوله كمشجع وكاعلامي وكمحلل. انما النهارده لما تبقى راجل محلل في القنوات التلفزيونيه وراجل ليك قاعده جماهيريه، وتبقى انت اداه وتتحول لاداه دون قصد، وخلي بالكم من دون قصد، لكن انت غصب عنك اتحولت الاداه عشان انت بتدور على نسبه المشاهده وعلى الفيور شيب وعلى جذب الانتباه، تتحول لاداه لشويه عيال عايزين يهدوا مصر، بيستغلوا المنتخب ان اي حاجه تحمل اسم مصر، ان هم يحاولوا ان الشعب المصري في الوقت ده معنوياته ما ترتفعش باي حاجه. يا جدع يكش يتقروا هم ومعنوياتهم، بتسمى معنوياتهم، معنوياتنا احنا ماسك في معنوياتهم هم، يركزوا ويشتغلوا كويس ونقول عليهم احلى كلام. غير كده كل عام وانتم بخير.